يعطيكم العافية. وصفة اليوم كباب على الطريقة التركية بأسهل وأسرع طريقة. طعم روعة، وصفة تستحق التجربة. قدمته مع خبز بيتي على الغاز. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية ببدأ أحضر خلطة الكباب. بجاط بحط معلقتين كبار دبس فليفلة. وصفة الدبس موجودة في الفيديو السابق وراح أتركها لكم بصندوق الوصف. عندي كمان معلقتين كبار باربيكيو صوص. بالنسبة للبهارات عندي معلقة كبيرة بابريكا حلوة، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة بهار مدخن، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، وعندي كمان ربع كوب من زيت الزيتون. بخلط المكونات منيح مع بعض. بعد هيك برفع معلقتين من التتبيلة على جنب. بعد هيك بحط على التتبيلة حبة بصل كبيرة مبروشة ومصفية من المي. بضيف كمان اللحمة المفرومة ناعم، استعملت كيلو 20% دهن. بخلط المكونات كتير منيح مع بعض، بغطيها وبتركها ترتاح بالتلاجة أقل إشي نص ساعة. بعد هيك ببدأ أحضر الخبز. عندي 4 كاسات طحين أبيض، عندي معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار حليب بودرة، معلقتين كبار زيت نباتي. بخلط المكونات مع بعض. بعد هيك ببدأ أضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى أحصل على عجين طري. تقريبا احتجت كاستين من المي الدافئ. المهم اني اضيف المي بالتدريج حسب استيعاب الطحين اللي عندي. بعد هيك بضيف معلقتين من الزيت النباتي على الطاولة، وبعجن العجين على الطاولة حتى تنعم معي مش أقل من 5 دقائق. بعد هيك بغطي العجين وبتركها ترتاح 10 دقائق. برجع أعجنها مرة تانية مدة 5 دقائق. بعد هيك بحط العجين بجاط مدهون زيت نباتي، بغطي العجين وبتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها. بعد ما ارتاحت العجين وتضاعف حجمها ببدأ أقطع العجين. قطعت العجين لقسمين، كل قسم قطعته ل6 كرات. المجموع عندي 12 كرة. بالنسبة لحجم الكرة أكيد حسب الرغبة، كمان حسب المقلاة أو الصاج اللي راح تستخدموه لخبز الخبز. بعد هيك بجهز الكرات كاملة وبحطهم على صينية مرشوشة طحين، وبغطيها وبتركها ترتاح 10 دقائق حتى تساعدني بالفرد. بعد ما ارتاحت العجين ببدأ أفرد بالعجين بمساعدة الطحين. برش شوي من الطحين على الطاولة، باخد قطعة من العجين وببدأ أفرد فيها حتى أحصل على عجينة رفيعة. كل ما كانت العجينة رفيعة كل ما كان أفضل. بجهز 3 من الخبز على جنب، بغطيهم بتركهم يرتاحوا تقريبا 5 دقائق. طريقة الخبز كتير سهلة. بمقلاة ساخنة بحط الرغيف الأول. أول رغيف فردته تقريبا 30 ثانية على الوجه الأول. بعد هيك بقلبه على الوجه الثاني، بتركه كمان 30 ثانية، وبرجعه على الوجه الأول حتى يستوي معي. بعد هيك برفعه بصينية وبغطيه، بكمل الباقي بنفس الطريقة. هيك صار الخبز جاهز كتير طري، بنصحكم تجربوه. بينفع كمان تستعملوا للشاورما. بوصفات جاية إن شاء الله راح نعمله مع بعض. بعد هيك برجع لوصفة الكباب. بعد ما تركتها بالثلاجة تقريبا ساعة، باخد كمية من اللحمة وبشكلها على ايدي على شكل اصابع متوسطة الحجم. برتب شكلها وبعمل لها شكل مثل ما هو مبين بالفيديو. بكمل الكمية كاملة بنفس الطريقة، وبحط الكمية بصينية مدهونة زيت زيتون مع قطع من اللي اكيد اللي اختياري. بعد هيك بدخلها فرن مسخن مسبقا، الرف الاسفل اعلى حرارة. اول ما تاخد لون من الاسفل بحمر وجهها. بعد ما استوى الكباب بدخنه حتى احصل على نكهة الشوي. بعد هيك بحضر سلطة المشاوي، عبارة عن حبة بصل مقطع على شرائح رفيعة مع بقدونس مفروم وملعقة كبيرة سماق ورشة ملح وفلفل أسود. بخلطهم مع بعض وهيك بتكون السلطة جاهزة. وعملت كمان جنبهم بطاطا مقلية بالقلاية الهوائية مع رشة ملح وفلفل أسود. بالنسبة لطريقة التقديم باخد كمية من الخبز حسب الرغبة، بدهنه بالتتبيلة اللي تركتها على جنب. بدهن الخبز وبحمره بالفرن على السريع حتى ما ينشف معي. بعد هيك باخد الخبز بحطه بجاط، وبحط فوق سلطة البصل اللي عملتها، وبحط كمان الكباب على الوجه، وعملت كمان معه بصل مشوي وبندورة مشوية، وبحط كمان اللي شويتها. هيك صارت الوصفة معنا جاهزة.